واش دابا حنا غنلعبوا بالدراري المدرسه غنلعبوا بهم؟ نفرض انا واحد الحاجه ما تكونش هي محل توافق والاتفاق والاجماع ولو لم يكن اجماع، ولكن على الاقل الاغلبيه الصحيحه الاساتذه تنخرط معايا، عاد نقول لهم يلا دابا هذا النظام الاساسي نتوكلوا على الله. التعليم او اطباء كيفما كانت يفترض فيهم انه فئه تدافع على مصالحها، خصها تدافع على مصالحها، خصها تدافع على المهنه ديالها، خصها تدافع على شروط العمل ديالها، يعني في اطار ما هو شرعي، ماشي كتطلب شي حاجه اللي هي غير شرعيه ولا غير قانونيه. اما المسؤول من الجهه الاخرى فهو ما كيدافعش على مصلحته، وخصو يكون كيدافع على مصلحه البلاد. اذا خصو يكون اكثر هو نضج وما يتبعش هذه السياسه ديال التصعيد ودابا ديال ما بغاوش يدخلوا، ما بغاوش يتبناو النظام الاساسي، ما بغاوش يقبلوه، ما بغاوش يطبقوه، يلا حنا غادي ندوزو للاقتطاع. يلا وهذا هو الموضوع ديالهم. شوف هذا الاقتطاع واش قانوني ولا لا. الدستور تيتكلم على ان حق الاضراب حق مضمون. الاساتذه اش كيمارسوا حق اضراب، قرروا باش يتوقفوا عن العمل. هادشي راه مؤسف اننا ندخلوا نحلوا في هادشي هذا. المفروض يكونوا التلاميذ تيقراو والاساتذه تيقريو، ولكن هادشي اللي وصلنا. ما خصنا نتكلموا في هذه النقطه القانونيه، لانني شفت بانه وزير قرر فوقاش قرر 31 اكتوبر 2023 واحد المراسله صيفطها لمدير نفقات الموظفين الخزينه العامه للمملكه. اش قال لهم؟ قال لهم الاقتطاع والمتعلقه بالاقتطاع من اجره بعض الموظفات وموظفين وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه بسبب التغيب عن العمل بصفه غير مشروعه، والذي سبق ارجاؤه لعده مرات بسبب غير مشروعه. ابن الدستور تيقول لك حق الاضراب حق مضمون، والوزير تيقول لك تغيب بسبب غير مشروع. ما هي الشرعيه؟ ما هو المشروع وما هو اللا مشروع؟ اللا مشروع هو الذي يخرج عن نطاق القانون، لأن شرع يشرع من المشرع ومن الشريعة ومن التشريع أي القانون. فالمشرع يضع قانونا ويأتي الموظف ويخرج عن هذا الإطار القانوني ويتصرف بتصرف غير مشروع. هل الأساتذة اليوم هم في وضعية غير مشروعة؟ هل التغيب ديالهم غير مشروع؟ ملي كنجيو للدستور تلقاو بأن حق الإضراب حق مضمون. الإبهام والغموض فين كاين؟ في شروط ممارسة حق الإضراب. وهاد شروط الممارسة راه كان خصو يجي في قانون تنظيمي. هذا القانون التنظيمي لحد الآن مازال ما خرج. إذن واش هذا ذنب هاد الأساتذة ولا ذنب هاد الأجراء ولا ذنب هاد الموظفين اللي بغاو يمارسوا حق الإضراب ديالهم؟ هذا المسؤولية ديال الحكومة. أنا الحكومة ملي بغات تخرج دابا هذا الوزير ملي بغا يخرج النظام الأساسي خرجوه بسرعة. ملي كنبغيو نشتغلوا في مشاريع هذا القانون كنخرجوهم بسرعة، ولكن هذا حق الإضراب ما نخرجوش القانون التنظيمي ديالو، ما نحددوش، ما نعرفوش شنو الشروط فاش كيتمارس هذا الحق هذا، باش نعرفوا من يمارسه في إطار الشرعية ومن لا يمارسه أو يمارسه خارج الشرعية، وبالتالي نقطعوا له الأجر ديالو. حيت التعسف في استعمال الحق غير جائز. خص الحق يتستعمل بطريقة سليمة قانونية وضمن ووفق الشروط التي ينص عليها القانون. إذن الدستور كيضمن حق الإضراب. إذن اليوم المواطن بالضبط الوظيفي الموظف ديال وزارة التربية الوطنية والرياضة خرج يمارس الحق ديالو ديال الإضراب، ما يهرش وما يديرش الإتلاف ديال هذا، ما يكونش سب، ما يكونش قذف، باش ما يسقطش تحت طائلة القانون الجنائي في جناح أخرى أو مخالفات أخرى أو جرائم أخرى. ولكن الامتناع عن العمل حق مضمون. الحق مضمون بحال حق الولوج إلى المعلومة اللي مازال لحد الآن القانون ديال الولوج إلى المعلومة مازال ما خرج، ولكن الدستور يقر بأن هناك حق الولوج إلى المعلومة بالنسبة للمواطن تجاه الإدارة. إذن المواطن دابا اليوم هذا الموظف كيمارس الحق ديالو. فالإدارة شنو خصها دير؟ الوزارة شنو خصها دير؟ خصها تجلس
خصها تجلس وتحاور مع هاد الاساتذه وتشوف واش عيب الله. دابا حتى لا بغينا نثقوا بكم الوزاره ونقولوا هاد الاساتذه متعسفين، بغينا نثقوا بكم، وراه ما يمكنش يخرجوا الاف الالاف الالاف في الشوارع. راه ماشي 100، راه ماشي 200، راه ماشي 300، راه بغض النظر على تنسيقيات او نقابات او جمعيات. انا كنشوف العدد عيب الله. واش هذا الاجماع كله راه شبه اجماع، راه الاساتذه كلهم في الشارع وخارجين في الشارع. اذا هذا تعني على انهم راه مضرورين، اذا خصني نجلس معاهم، خصني نسمع لهم. راه المساله ماشي تحدي وماشي تصعيد وماشي تنافس وماشي شكون اللي غيغلب. السيد الوزير راك وزير ديال كل المغاربه، كل المغاربه وكل الموظفين ديال وزاره التعليم. انت الوزير ديالهم وانت المسؤول على القطاع ديالهم، وانت اللي خصك تاخذ القرارات الصائبه اللي كتخدم المصالح ديالهم، مصالح البلاد ومصالح التلاميذ ديالنا. واش دابا في رايك السيد الوزير ملي كيكونوا وليداتنا 7 مليون ولا 8 مليون على حسب الارقام الرائجه، واش 7 المليون تغيب شهر ولا شهر ونص؟ على من غنحسبوا هذه؟ ولا قالوا لا زينه وزادها زين الحمام، وملي غادي نغيب لهم شهرين فين غنوصل؟ إذن فين هي النتيجه اللي كنقلب عليها؟ واش انا ضد المصالح ديال البلاد ولا مع مصلحه البلاد؟ واش انا ضد المصالح ديال الاطفال والتلاميذ ولا مع المصالح ديالهم؟ وراه حتى الاجتماع ديال رئيس الحكومه ما خرجش منه حتى شي حاجه. يعني شنو مخلي الوزير بوحدو؟ دبر راسك. وقعتي في هذا المشكل دبر راسك. ما فهمناش. راه خص يكون تضامن ديال اعضاء الحكومه ونوقفوا وقفه رجل واحد ونقول يلاه سيدي كل واحد يدلي بالراي ديالو كيفاش نحلوا هذه الازمه. ياك تبارك الله العقوله الادمغه والخبره حلوا لنا هذا المشكل. راه ما يمكنش نستمر الامور بحال هكا. ما يمكنش تستمر. راكم مسؤولين عن القطاع. سيد الوزير حط الوليدات بين عينيك وحط الجسم ديال الاساتذه ديال التعليم ما بين عينيك، وتكون عندك مصداقيه وتكون تتكلم وكيحترموك وانت كتكلم وكيثيقوا بك وانت كتكلم. خص تكون الامانه ويكون الصدق وتكون الرجوله والمروءه في الكلمه. الا عطيت الكلمه، الا التزمت بشي حاجه معاهم، راه النظام الاساسي ولو الاساتذه اليوم يدخلوا يقريو ولو يدخلوا يقريو، راه ما كنخرجوش نظام اساسي هكا ونفرضوه. راه خص عيب الله انتم اللي قاريين في المدارس الكبرى لي ريغل دو ماناجمنت سي لامبليكاسيون. راه خصك تجيب هذاك الشخص، سمحوا لي على العبارات بالفرنسيه الله يجازيكم بخير، حيت هذوك الناس راه قاريين بالفرنسيه بزاف. راه خصك تجيب النظام يكون جاي من عندهم. راه في المشاورات وفي الحوار والتفاوض والكلام، واعطيني ملاحظات ونعطيك ملاحظات وجيب باش نخرجوا ما يسمى بالتوافق، ونخرجوا واحد النظام اساسي باش نفعلوه وننجحوا فيه. اما الا جيت فرضتو، راه واخا نفرضوا ويتنشر في الاداره الرسميه، راه ما غتنجحش مع المنظومه التعليميه. واش غتفرض على الاساتذه؟ راه ما يمكنش تفرض على الاساتذه شي حاجه بحال هكا. راه ما قبلوهاش بعقلهم وبقلبهم ما غتنجحش. واش دابا حنا غنلعبوا بالدراري المدرسه غنلعبوا بهم؟ نفرض انا واحد الحاجه ما تكونش هي محل توافق والاتفاق والاجماع ولو لم يكن اجماع، ولكن على الاقل الاغلبيه الصحيحه الاساتذه تنخرط معايا عاد نقول لهم يلا دابا هذا النظام الاساسي نتوكلوا على الله.